أهلا ومرحبا بكم في هذا الموجز الإخباري. هل نحن أمام تهديد وبائي جديد ينطلق من قلب المحيط؟ منظمة الصحة العالمية تكسر صمتها وتصدر بيانا عاجلا بعد رصد إصابات قاتلة على متن سفينة سياحية. القصة بدأت ب8 حالات مشتبه بها، لكن النتائج المخبرية جاءت صادمة: 6 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا الفتاك، والأسوأ من ذلك أن الموت كان أسرع من العلاج. 3 وفيات سجلت حتى الآن، ما يرفع نسبة الفتك بهذا الفيروس إلى 38%، رقم مرعب يضع الطواقم الطبية في حالة تأخب قصوى. التحقيقات المخبرية كشفت عن هوية القاتل، إنها سلالة فيروس الأنديز المعروفة اختصاراً ب ANDV. لماذا هذا الاسم يثير القلق؟ لأن هذه السلالة تحديداً تمتلك ميزة خطيرة: القدرة على الانتقال بين البشر. ورغم هذا الغموض، طمأنت منظمة الصحة العالمية العالم بأن خطر التفشي دولياً لا يزال منخفضاً، لكنها في المقابل وضعت السفينة ومن عليها تحت مجهر الخطر. بينما تستمر التحقيقات في عرض البحر، يبقى الركاب وطاقم السفينة في مواجهة خطر متوسط وسط مراقبة وبائية دقيقة لكل تطور جديد. فهل سيتوقف الفيروس عند حدود السفينة أم أن للقدر رأياً آخر؟ نشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.